السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء وتجربتي بنفسي. تعالوا شوفوا المنتج اللي أنا جايباه. 18 طبعا على 10 حلل ستانلس جامدة جدا. ناس بتقول الستانلس بيحرق الرز وما بنعرفش نطبخ فيه محشي وكل القصص دي، والحلة بتسود من جوه والحلة بتصدي. أبدا والله لا بتصدي، ولا بتسودي من جوه. طبعا مع الاستخدام بتلاقوا لونه اتغير، بس انتوا حاولوا ما تغسلوش بسلكة مواعين ناشفة، عشان طبعا في طبقة فولاذية لازم نحافظ عليها. نغسلها بليفة ناعمة. وادي الكتيب اهو، طبعا مكتوب فيه كل التعليمات. اول حاجة بنمسك الحلة ونغسلها بماء ساخن. بعد كده بنحط فيها، بنغلي فيها حليب. بصراحة أنا غليت فيها حليب ودلقته مرضتش أشربه. وبعد كده بنشطف الحلة تاني بمية سخنة وننشفها بالقماش، وبعد كده نستخدمها. ما نعليش النار جامد على الحلة، لأن الحلة بتختزن بدرجة حرارة جواها جامدة جدا، مش محتاجة لنار شديدة. ونفضل مشغلين النار تحتها هتتحرق، ولما تتحرق طبعا هيكون شكلها غامق، وتجيبوا سلكة المواعين بقى وتقعدوا تغسلوا فيها، فده غلط. لان الطبقة الفولاذية احنا عايزينها تفضل موجودة عشان تحمي الحلة من الايه، من الصدأ. وطبعا ما نجيبش كلور ونقول ايه عايزين نحطها في الحلة علشان الحلة تبيض. لا، اول حاجة هتجيبوا الحلة وتحطوها على النار لو غمقت معاكم مع الاستخدام يعني، والمية سخنت. نحط شوية ملح ليمون، على شوية صابون مواعين، على شوية ايه بيكربونات الصوديوم. هتلاقي كده ايه حصل فوران. وتسيبه طبعا كل ده كل اللي احنا حطيناه، تسيبوه في الحلة شوية، هتبص تلاقي الحلة ابيضت تاني ورجعت جميلة ما شاء الله. شايفين المقاس طبعا لازم نجيب 18 على 10، ما نجيبش اقل من كده. وترجعوا تقولوا ده الحلل الستانلس خفيفة، ده بتحرق الاكل. طبعا لما تكون خفيفة هتحرق الاكل، حتى لو كانت حلة ألمونيا خفيفة برضو بتحرق الأكل. فطبعا ميد ان تركيا ما شاء الله، تقفيل جميل جميل. وكمان الكراتين بتاعتها لسه محتفظة بالكرتونة بتاعتها ما شاء الله، كل حاجة جامدة. فانتوا حاولوا ما تغسلوش الحلة اللي تقولوا تحطوا فيها كلور علشان اللي احنا نلمعها. الحلة دي طبعا انا لا ما استخدمتش الحلة دي لسه. ادي حلة 2 3 4 5 5 حلل ما شاء الله. في طبعا طقم اكبر من كده لو انتوا طبعا على قد امكانياتكم، فيها حاجات طبعا اكتر. الحلة دي مقاس 28، دي اكبر حلة ما شاء الله. خلي بالكم من الجرانيت، حلل الجرانيت والسيراميك والستانلس كل دول. طبعا المقاس التاني 24. كل الحاجات دي مش محتاجة لنار مباشرة، هي محتاجة للبوتاجاز اللي هو بيشتغل بالكهرباء، هو ده اللي ينفع مع الحاجات دي. اما الألمونيا بتشتغل على اي حاجة بصراحة، وبتوزع الحرارة بطريقة جميلة جدا. طبعا تالت مقاس 22، يبقى اول مقاس 28، تاني مقاس 24، تالت مقاس 22، رابع مقاس 20. طبعا الحلل دي انا مستخدماها اهي، كل شوية طبعا بنضفها من القاع تحت ومن الحلة من جوه. واخر مقاس معانا 18، دي اصغر حلة. الحاجة طول ما احنا بنستخدمها صح وبنحافظ عليها بتفضل عايشة معانا، وتفضل ايه شغالة معانا وتمام التمام. دي اسماء بقى وتجربتي بنفسي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. واستخدموا الطقم ان شاء الله، ربنا يجعله ايه بفايدة ان شاء الله معاكم. قفلنا كده بقى الكراتين
وندخل الحلل تاني. قلت بقى ايه اقول لمتابعيني تجربتي بنفسي مع حلل الستانلس جميلة، ما بتاخدش مننا وقت ولا مجهود اثناء ما احنا بنغسلها بننضفها يعني، وبنطبخ فيها الحاجة وبتكون تمام التمام. نقفل بقى، وخلي بالكم من الايه الكراتين بنحطها ازاي. طبعا انا اول مرة طلعت الكراتين ما عرفتش ادخلها تاني، ارصها تاني يعني. خلي بالكم من الرصة. خلاص كده قفلناها، وحافظوا طبعا على الكرتونة بتاعة الحلل، علشان ايه مش هنستخدم الخمس حلل كلهم مع بعض. يلا بقى نشوفكم على خير، مع السلامة.